خاف الجيش وذب الرعب الله سبحانه في قلوبهم وانهزم. وهكذا سيدنا عمر يا اخوان كان في المجلس في المسجد في الحجره، فيسال اصحابه يقول تمنوا ايش نفسك، شو نفسك تسوي؟ فيقول احدهم اتمنى ان لي ملء هذه الحجره ذهبا فانفقها في سبيل الله، نفسي هذه الحجره ذهب. يقول الاخر اتمنى ان لي ملء هذه الحجره فضه دراهم دنانير انفقها في سبيل الله. وهذا مهم يا اخوان، الانفاق للدين، الانفاق في سبيل الله مهم جدا، انفاق المال للدين من اجل اعلاء كلمه الله في الارض، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى في الارض. لكن سيدنا عمر صاحب المزاج النبوي صلى الله عليه وسلم يقول اتمنى ان لي من هذه الحجره رجال امثال ابو عبيده عامر بن الجراح وحذيفه بن اليمان ومعاذ بن جبل فاستعملهم لخدمه دين الله. استعمل الرجال للدين، هذا بدنا يا اخوان. من اجل ذلك يا اخوان احنا نخرج في سبيل الله. احنا الحمد لله مش يعني والله فاضيين اشغال او يعني ما عندنا شيء، بالعكس احنا منا مهندسين ومنا دكاتره ومنا تجار ومنا موظفين، يعني كلنا عندنا اشغال في الدنيا، لكن الحمد لله الله من علينا سبحانه وتعالى دلنا هذا الطريق. هذا بالشغل جماعه الدعوه. بعض الناس يقولوا جماعه الدعوه اجوا وجماعه الدعوه راحوا وجماعه التبليغ، نسمع يعني من الناس ما في شيء اسمه جماعه الدين. مسلم بدعو الى الله مش جماعه، لكن مسلم مضبوط، مسلمين دعاء الى الله. هيك فهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا علم اصحابه. فالحمد لله بشركم اليوم تقريبا فوق 60-70 مليون يخرجوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم، لا هم بجماعه ولا بدوروا على تبرعات ولا انتخابات ولا بدوروا على مقاصد دنيويه، هدفهم كيف يعبد الله في الارض، بيمشوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم بدون لا بدع ولا خرافات ولا قبور ولا توجه لغير الله. بالعكس كل سنه بسنه، كل عملنا سنن بفضل الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نضحي باموالنا وانفسنا نخرج في سبيل الله. مراكز دعوه في العالم كله بفضل الله بالملايين. انا حضرت اجتماع في بنغلاديش 5 مليون في اهل البلد وبجوز 30,000 ضيوف، خيام مد بصرات ونهر حتى الوضوء نهر وطعام جماعي ما شاء الله، شيء يعني بحسسك بعزه الاسلام بعزه الدين. لكن احنا ما بنشوف هذا الشيء على الاخبار ولا بنسمع هذا الشيء، صح ولا لا؟ لكن اللي بيمشي ويتحرك بشوف. فالحمد لله يا اخوان الجوله القادمه الى الاسلام للمسلمين. لكن احنا شو قدمنا فواتير؟ قديش ضحيت؟ قديش قدمت اليوم؟ قديش اجتهدت؟ يد الله على الجماعه. المؤمن قوي باخيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله بده امه مش بده افراد واشخاص. كنتم خير امه اخرجت للناس. فالانسان يا اخوان يلتزم الجماعه، جماعه المسلمين طبعا ليس حزب او جماعه معينه. والحمد لله هذا اسمه جهد النبوه. يعني هاي زي ما يقول العلماء قال هذا جوهره القرن الاول، هذا العمل، الخروج في سبيل الله والتضحيه للدين وانفاق المال والنفس في سبيل الله والدعوه الى الله والتذكير والزيارات والجولات والسفر للدين والخروج في سبيل الله. هذا جوهره القرن الاول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون في اخر الزمان خلافه على منهاج النبوه. طيب كيف نتيجه الخلافه هذه واحنا نايمين؟ احنا قاعدين ما بتزبط. نتحرك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قديش احوال المسلمين اليوم؟ شو نقول نستنى؟ الناس بدك انت تروح عليها. احنا هدفنا يا اخوان نستنهض الناس للدين، نستنهض الناس للحركه. انتم ما شاء الله صالحين مصلين ما شاء الله جزاكم الله خير تجوا على المساجد، لكن بدنا احنا وياكم نتعاون نتحرك. احنا زي ما قال المشايخ قال قدم تغبر ولسان يكبر ورب من فوق العرش يدبر. فلا بد من اتعاب البدن، قال لابد من تحريك القدم واتعاب البدن وإلام القلب التهم يصبح للدين طعم. واحد بيقول قال يا عباد الله هبوا، قال ليس غير الله ربه، إن في القرآن آية ذكرها للقلب تطبو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا المقصود يا رب، ننفق أنفسنا وأموالنا في سبيل الله. والرسول نختم بهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله تعالى يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم.
ثم ايش؟ ما زاد عليهن ثم نزل. فيا اخوان قديش في منكرات حوالينا، ناس ما بتصلي، ناس احوال في الربا، في الحرام، في المخدرات، في الشهوات. فالله يوفقنا احنا وياكم كيف ان شاء الله، مستعدين ان شاء الله للخرج في سبيل الله في سبيل الله، نريد جميعا نخدم الدين يا اخوان، في بيوتنا، في اهلنا، في اقاربنا، في ابنائنا، في كل العالم ان شاء الله. مستعدين ان شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير.